ليست أزمة فاتورة بل أزمة هوية. من قلب المجتمع السعودي المحافظ خرج صوت نسائي قوي يرفض ما بات يتكرر على طاولات الأصدقاء وعلى أبواب المحلات. تغيرات سريعة جعلت المذيعة السعودية الشهيرة ندى العتيبي تسأل: متى تبدلنا؟ ولماذا نسمح لهذا التبدل أن يستقر فينا؟ إذا ما تهاوشنا عليها لن نبقى سعوديين. ظهرت المذيعة ندى العتيبي في مقطع لم يكن تقليديا، لم تتحدث عن خبر ولا عن ترند، بل عن عادة بدأت تتسلل بهدوء إلى الجلسات السعودية، عادة تقسيم الفاتورة بالتساوي بين الأصدقاء. قالتها صراحة: من متى يتم تقسيم فواتيرنا نص نص؟ هذه العادة من أين وصلتنا في السعودية؟ نظام الأجانب هذا لا يليق. الرسالة كانت واضحة، لا مجاملة فيها. تقسيم الحساب قد يكون مقبولا في أماكن أخرى، ولكن في ثقافة الخليج الكرم ليس خيارا بل طبعا. وأضافت العتيبي أن المجتمعات العربية عامة والخليجية على وجه خاص تتميز بثقافة الكرم، وبالتالي إذا ما حدث شجار على الفاتورة فهذا يعني أننا لم نعد سعوديين ولا خليجيين. هكذا قالت. النقاش الحاد على دفع الفاتورة لم يكن خلافا بل علامة أصلية على الكرم والنية الطيبة والنخوة الاجتماعية، وهي ترى أن التخلي عن هذه العادة يعني التخلي عن شيء من أنفسنا. ولكن انتقاد ندى لم يتوقف عند الفاتورة، فتحت ملفا آخر أقرب للحياة اليومية من أي نقاش اقتصادي أو اجتماعي، وهو الشهامة. تساءلت بصوت مليء بالدهشة: هل اختفت الشهامة لدى بعض الشباب؟ قالت إنها لا تهاجم أحد، ولكنها تلاحظ تغيرا غريبا. شباب اليوم على حد وصفها يقفون بجانب الأبواب الثقيلة في المولات أو المحلات، يشاهدون السيدات وهن يحاولن فتحها بصعوبة ولا يتدخلون. هكذا التصرف كما وصفته لم يكن موجودا سابقا. كان الشاب يساعد، يحمل، يفتح الباب، يوصل الأغراض للسيارة، أما الآن ولا كأنه يرى شيئا. رسالتها لم تكن اتهاما بل صدمة نابعة من مقارنة. الزمن تغير، ولكن لماذا تغيرت معه تفاصيل الشهامة؟ التحولات الصغيرة تصنع التغيرات الكبيرة، سواء على طاولة مطعم أو في ممر تجاري. رأت ندى العتيبي أن بعض السلوكيات التي دخلت المجتمع ليست مجرد اختيارات شخصية بل إشارات على تغير قيم كانت متجذرة. البخل في الكرم أو التراجع في المروءة لا يجب أن يمر مرور الكرام، ولهذا اختارت أن تتحدث، لا لتعاتب فقط بل لتدق الناقوس، لتنبيه بأن الهوية الاجتماعية لا تحفظ بالكلام بل بالفعل. الرسالة الأخيرة في حديثها كانت مختصرة: نحن لم نكن كذلك، وإن كنا كذلك الآن فمتى سنستفيق ونعود لما يشبهنا فعلا؟ ندى لم تنتقد أشخاصا بل انتقدت تحولات تهدد جوهر المجتمع، من كرم الطاولات إلى شهامة المواقف. قالت ما يشعر به الكثيرون ولكنهم يصمتون، لأن التغير ليس في التفاصيل فقط بل فينا نحن.